أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا، أنا أسكن في مدينة أبها وأحرص على حضور هذا الدرس في كل شهر، حيث أصل إلى الرياض صباحا وأرجع في نفس الليلة، لكن أجد ممن حولي من يقول هذا تكلف ومشقة، ويحثونني على سماع الدرس عن طريق البث المباشر، أرشدوني بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فطبت وطاب ممشاك، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يثبت لنا جميعا الأجر، وأن يرزقنا علو الهمة والصدق في الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. يقولون لك إن هذا فيه مشقة، أجبهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثوابك على قدر نصبك، فعلى قدر التعب يكون الأجر. أما الجانب الثاني، كونهم يقولون لك أن تترك السفر وأن تستمع، فهذا لم يصيبوا فيه إلا إذا كان سفرك محفوفا بالمخاطر. نسأل الله بعزته وجلاله أن يحفظ طلاب العلم والمسافرين المسلمين حيثما كانوا وحيثما حلوا، نكلأهم برعايته وحفظه. فإذا كان السفر في البر في خطورة وفي مشقة ومنع الوالد أو الوالدة، يجب عليه أن يطيع الوالد والوالدة وأن يستمع للدرس دون حضور، لأن منع الوالدين لسبب ومبرر، فيلزم في هذا البر ويكتب لك أجر من يسافر ولله الحمد، فتنال أجرين: أجر السفر وأجر بر الوالدين. وأما مسألة أنهم يريدون أن يمنعوك وأنت تسافر في الطائرة، والحمد لله هذه من نعم الله عز وجل، والنفقة مخلوفة والتعب مكتوب أجره والنصب مثبت عند الله جزاؤه، فهذا ليس من حقهم. لا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخذل عبدا في طاعة الله ومرضاة الله، لا ينبغي للمؤمن، وعيب على المؤمن أن يستكثر ما يقدم في طاعة الله عز وجل. نخرج لنتعلم، فما من عبد يغبر قدماه في سبيل العلم وطلب العلم إلا خطت في صحائف عمله الحسنات والأجور التي لم يخطر له لم تخطر له على بال، وسيجد من عون الله وتيسيره وتوفيقه ومدده ما لم يخطر له على بال. خرج الناس إلى الدنيا فلم يجدوا أحدا يعيب عليهم خروجهم، خرجوا إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء وهو حلال ما دام أنهم يطلبون ما أحل الله، وأذن الله لنا بالضرب في الأرض لنأخذ من فضله. ولكن للأسف ويا له من شجن وحزن يصيب المؤمن حينما تجد من يستكثر على الشرع والدين، من يسافر لطلب العلم أو يتغرب في طلب العلم، تجد الألسنة تشيد وتثني على من يسافر لشراء سيارة فارهة: هذا فلان جلب سيارته من المكان الفلاني ما شاء الله، وهذا فلان الذي ذهب للصفقة الفلانية وفاز بها. أما من ذهب إلى صفقة الآخرة والتجارة الرابحة فلا تجد إلا التخذيل، وأدهى وأمر إذا كان من أهل الطاعة والخير. من الناس من هو طويلب علم ويظن نفسه أنه عالم، فيحشر نفسه في كل صغيرة وكبيرة، مستعد أن يفتي فيها وهو لا يدري أن الشيطان إذا يأس من الشر جاء من الخير. ويلك يا هذا، يا من تخذل طالب العلم في هذا الأمر أو في غيره، أما علمت أن الله يسمعك ويراك؟ أما علمت أن الله مطلع عليك في عبد من عباده
يسافر من أجل مرضاته ومحبته، تقول له اقعد ولا تخرج ويكفيك أن تسمع؟ وهل الذي استغرب وسافر وأنفق النفقة وضحى بالوقت وغبر قدماه وجلس في مجالس العلم وثنى ركبتيه بين أهل العلم، والذي يعيش لحظات الأنس بالملائكة تحفه والأنس بالصالحين معه بأخوة الدين ويسلم على أهل العلم ويسمع الفتاوى، مثل الذي جلس في بيته؟ شتان 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 ما بينهما. ووالله عند الله الموعد. هذا التخذيل لطلبة بعضهم يقول هذا غلو، وخذ من الفتاوى: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. من سخط الله أن يفتي بدون علم. أنت حينما تقول للشخص لا تذهب، بأي حق يا أخي؟ وحينما تقول له هذا غلو، بأي حق؟ وحينما يأتي لبعض طلبة العلم يحضرون مبكرين من قبل الدرس بساعة، والله هذا غلو. ما شاء الله تبارك الله. غلو في ماذا؟ كان طلبة العلم ينامون على أبواب العلماء، كان طلبة العلم يخرجون بعضهم أبناء أشراف وأبناء سادة وأبناء أمراء وأبناء شيوخ، كانوا يذلون للعلم، لكن همم عالية سامية. ما ذهبوا للأشخاص ولا ذهبوا للعلماء ولا ذهبوا لفلان، ذهبوا لسلعة الله الغالية. لما يجلس في مجالس العلم جلس لله، ولما ذل العلم ذل الله في مقام عزة. هؤلاء الذين يخذلون، هؤلاء الذين يثبطون، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون ماذا يقولون، ما الذي يترتب على أقوالهم. هل هذا القول يرضي الله؟ في زمان الغربة حينما أصبح العلم عزيزا، وقل أن تجد شيخا يتفرغ لطلبة العلم، وقل أن تجد شيخا يحرر المسائل أو يضبطها، فإذا به يقول يا رب، وكأن لسان حاله يقول يا رب إني خرجت من بيتي أتعلم العلم لأعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما خرج أحد من بيتي بهذه النية الخالصة لوجه الله إلا فاز بما لم يخطر له على بال من حب الله ورضوان الله وكرامته. وهل سادت هذه الأمة وعزت إلا بفضل الله، ثم بفضل طلبة العلم الذين حفظوا الدين؟ والله إننا جلسنا في مجالس العلم نغبط بعض طلبة العلم على ما نرى ونسمع منهم، ثبتنا الله وإياهم. ولولا الله ثم هؤلاء لكان مل العيش، ما بقي في الدنيا سرور إلا السرور بطاعة الله. لا تستكثر على طلبة العلم، والله لو خرجوا مئات الكيلومترات وتغربوا فإن الملائكة تخط ممشاهم وتكتب أجورهم، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا خطها الله في موازين حسناتهم. لا يستقل أحد على طلبة العلم. أشرف طالب على وجه الدنيا هو من طلب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم النافع. وأفضل ما يكون السفر. العلماء رحمهم الله بيّنوا أن النفع المتعدي، بل هو أصل في السنة مقرر، أن النفع المتعدي أجره أعظم من العبادة. الذي يسافر للعمرة ويسافر للحج شيء، لكن الذي يسافر لطلب العلم شيء آخر. وكانوا يتغربون وكانوا يسافرون، يكتبون في تراجم العلماء أن فلانا سافر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وهي الرحلة في طلب العلم. فإذا بربك الذي لا أوسع من فضله يبقي هذا الفضل في الأمة حتى بلغ أننا نجد من طلبة العلم من يسافر كل أسبوع لحلقة العلم. الله أكبر. ليعلم الناس ويعلم الخلق أن الذي قاله في كتابه سبحانه أن نوره سيتم، وأن الحق باق، لكن له رجال وله نفوس أبية تعلم قيمة هذا العلم. يا لله من أمة لم تلتفت إلى زخارف الدنيا ولا شهواتها، يخرجون يسافرون لا يحملون إلا هم أن يحفظوا مسألة أو حكما لله في دينه وشرعه في عبادة ومعاملة. يا لله من أقوام فرح الناس بالدنيا وفرحوا بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وأقوام لم يستكثروا الساعات ولا الأيام ولا الأعمار في طاعة الله في طلب العلم. بخ ماذا يطلبون؟ يطلبون ميراث النبوة. إذا كان الذي يسافر من بيته من أجل أن ينهي إجراءات
عمارة في الشرق أو الغرب كانت لأبيه، أو ينهي إجراء أرض أو عقار أو مال، فكيف بالذي يسافر إلى الشرق والغرب من أجل ميراث النبوة؟ الأول يسافر لميراث أبيه وأمه، وهذا يسافر لميراث النبوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أحد يعيب على طلبة العلم جدهم واجتهادهم، لا يعيب عليهم إلا من لا يعرف قدر العلم. أما من يعرف قدر العلم يقول لهم هذا الذي تفعلوه يسير. وأذكر من أهل العلم من كان يأتي إلى بيته بعد العشاء منهكا تعبا، فيأتيه طالب العلم فيجلس له، قال له يا شيخ أنت منهك متعب، يقول هذا جاء من البر، هذا جاء من طرف المدينة، ما هو مثلك أنت جالس هنا. كان الوالد رحمة الله عليه والله لا أذكر بعض طلبة العلم جاءه بعد العشاء وكان عنده متن يريد أن ينتهي منه في الفرائض، واختار له هذا الوقت. والحادثة هذه تكررت ليست معي بل مع شخص آخر قصة لي حتى بعد وفاة الوالد رحمه الله. كان يقول لي الوالد الشيخ فلان كان له زميل، هذه قصة مثل القصة التي رأيتها وعشتها. قال الشيخ فلان أحد المشايخ كان من طلبته، يقول كان معه طالب أول ما فتحت الجامعة الإسلامية في المدينة كان معه زميلا له، وكان عسكريا يعني توه في العسكر في أول عسكر. يقول الوالد رحمه الله عن هذا الطالب العسكري، يقول تمنيت أنه تفرغ لطلب العلم. قلت له الشيخ لماذا؟ قال لأن ما شاء الله فيه ذكاء وحب وحرص للعلم عجيب. قلت كيف ذلك؟ قال هذا من خيرة، لو بقي لكان من خيرة طلبة العلم، ولكن ظروفه العائلية التي كانت معها استصعب معها أن يبقى للدراسة، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يتوفى الوالد، ولم أرى هذا الرجل في حياة الوالد. وما قص لي الوالد، كان الوالد يثني على ذكائه. ففوجئت يوما من الأيام في مجالس العلم في المدينة، وإذا برجل يسلم علي كبير في السن، ثم تنهد وخنقته العبرة، وكان لا يعرفني. ثم لما عرفه بي صاحب المجلس خنقته العبرة وقال لي ما رأيت مثل الشيخ رحمه الله. قلت خيرا إن شاء الله. قال أنا كنت زميلا للشيخ فلان، فذكر الشيخ الذي ذكره الوالد. قلت له أنت كنت زميلا لفلان؟ قال نعم. قلت وكنت تريد أن تطلب العلم عند الوالد رحمة الله عليه وتركت وذهبت على؟ قال نعم. قلت بس أريد أن أعرف ما هي القصة. قال جئت إلى الحرم وأنا يقول ما أفهم شيء من ديني، ودخلت إلى أحد المشايخ وقلت له يا شيخ أنا أريد أن أتعلم أمور ديني. قال له احضر الدرس موجود احضر. قال له يا شيخ أنا دوامي ما ينتهي إلا بعد العشاء، وأن درسك ينتهي على العشاء. والوالد رحمة الله عليه كان درسه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء رحمة الله عليه في الحرم. هو الشيخ الوحيد الذي كان درس الخمسة فروض. وكان أيضا أحد المشايخ الشيخ محمد صديق الأفغاني رحمه الله كذلك رحمة الله عليهم جميعا. فقال للشيخ الآخر هذا الذي كان درس، قال له الشيخ الآخر إن شئت تأتي مع هذا تأتي، أما بعد العشاء ما أستطيع. كبير في السن كان الشيخ واعتذر له. قال ثم ذهبت إلى شيخ آخر ونفس المقالة، قال درسي بعد العصر تأتي بعد العصر. ذهبت إلى ثالث، يقول 4 من المشايخ. فرأيت الوالد يدرس بعد العشاء فجلست فيه. كان يدرس إلى أن تقفل أبواب الحرم، كان في صحيح مسلم وشرح سنن النسائي. قال فلما انتهى درس الوالد رحمة الله عليه يقول تبعته، فجاء هذا يسأل وهذا. كان الوالد يمشي على رجليه من الحرم إلى باب الكومة، منزله في باب الكومة. يقول فوصلنا البيت. قل لما وصلنا البيت آخر من يسأل عند باب البيت. قلت الظاهر أني ما يتيسر لي أني أسأل الشيخ. فالتفت إلي الوالد يقول لي قال تفضل. يقول فدخلت لأن عندي حاجة أريد أن أعرف. يقول فقلت يا شيخ أنا رجل يعني قدمت إلى المدينة وأريد أن أتعلم مما علمك الله، أريد أن تعلمني. قال له أبشر ما عندك مشكلة. قال لكن يا شيخ أنا ما أنتهي من عملي إلا في الليل. قال له ما ينتهي إلا الفجر. قلت ما في مشكلة. أي وقت تحب يا ابني؟ قال بعد العشاء.
والله هذا الرجل يقصه وتخنقه العبرة. يقول: فجئته في الليلة الأولى فجلس، والله لا تذمر ولا تضجر ولم ينهي الدرس إلا به، أنتني أشفقت عليه من العناء الذي أرى فيه. هذا بدون مجاملة، شيء عادي عنده رحمة الله عليه. يقول: في اليوم الثاني والثالث مكثت من فضل الله سبحانه وتعالى، أقول حتى تعلمت منه، وهو رحمة الله عليه التمس أن الرجل فيه ذكاء وفيه رغبة في العلم. يقول: فكنت في بعض الأحيان وأنا أقرأ عليه ينعس من شدة الإجهاد رحمة الله عليه، لا يملك نفسه، فإذا نعس يقول أتألم، فيستيقظ يقول أكمل رحمة الله عليه. يقول: حتى قرأت عليه ما يتيسر. الموقف الذي رأيته من رحمة الله عليه أنه يأتي هذا الطالب كان في الفرائض بعد هذا في يعني يجحف به وكذا، فقال لي: يا بني هذا جاء من البر، يعني من خارج المدينة، عيب يتعب هذا التعب وأنا جالس في بيتي وأعتذر له. كيف أعتذر له؟ أنا جالس في بيتي. كان أهل العلم كانوا يعتزون بمن يتعب في العلم. الذي يتعب في العلم هو الصادق في طلبه، المحب لأهله، الراغب فيما عند ربه، الذي يتعب في العلم ويتغرم العلم، ولا يقول أحد من أنا حتى أنا، أبدا، اطلب العلم، هذا ميراث النبوة. فلا تستكثر ولا يستكثر هؤلاء على طالب العلم غربته. وأنا أقول أمر والله عجيب يذكر في التراجم الغربة والرحلة في طلب العلم، وأبى الله في آخر الزمان إلا أن نسمع نماذج من طلبة العلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يسافرون ويتغربون، وهذه نعمة من الله لهم. ولكن أوصيهم أن يرفقوا بأنفسهم وأن لا يحملوا أنفسهم فوق طاقتها، وأن ينتبهوا لحقوق الوالدين وحقوق الزوجات وحقوق الأولاد. بعض الأحيان تكون الزوجة مريضة فيتركها ويسافر، وأنا لا أرى هذا. ينبغي على طالب العلم أن يعلم أن نجاحه وتوفيق الله له حينما يوفقه لبيت يقيمه على طاعة الله، فيؤدي حق من ولاه الله أمره من والديه وأولاده وزوجته، ويدخل السرور عليهم، ثم يتفرغ بعد ذلك للعلم. فأوصي الجميع نفسي بتقوى الله، وأن لا ينتبه طالب العلم وأن لا يشتغل طالب العلم بمثل هؤلاء الذين يخذلون والذين يشككون والذين لا يحسون بقيمة هذا العلم وأهميته وحاجة الأمة إليه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن نريك من أنفسنا ما يرضيك عنا في هذا العلم تعلما وعملا ودعوة وتبليغا، إنك أنت السميع المجيب. نعم.